ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ريفيو عن غسول ستارفل، وهقول لكم كمان ازاي نستخدم الغسول وناخد منه نتيجة فعالة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ. اول حاجة، غسول ستارفل دوت ينفع للبشرة الدهنية والمختلطة المايلة للدهنية، لان هو كمان جل، مناسب للبشرة الحساسة، معمول من شجرة الشاي، حلو جدا، مفيدة للحبوب. لو عندك حبوب هتلاقيه بمجرد يعني تالت استخدام هتلاقي اثار الحبوب راحت والحبوب كلها اتعالجت، لانه كمان في مادة الساليسيليك اسيد دي بتعالج الحبوب وبتشتغل على الحبوب هي وشجرة الشاي، مادة الشاي يعني عموما. حلو جدا، مناسب للبشره الدهنيه زي ما قلت. في منه للبشره الجافه بس هتلاقيه مش جل كده، وكمان هتلاقي العلبه بتاعته لونها ابيض. يعني شركه ستارفل صراحه حلوه جدا، كمان جربت منها الماء الميسلر ده برضو حلو جدا، قالك على الحبوب كويس جدا، هيعالجها معاكي نوعا ما. ان هو في حاجات كتير قوي بتعالج الحبوب، يعني مثلا زي اثار الحبوب ده هتلاقيه من تالت استخدام هيروح معاكي وهيختفي، لانه في مادة الساليسيليك اسيد، وشجرة الشاي برضو دي بتعالج الحبوب. هيطلع لك الحبوب اللي تحت الجلد، لان برضو مادة الساليسيليك اسيد بتعالج الفطريات. الحبوب اللي هي تحت الجلد دي مش بكتيريا، دي فطريات. الساليسيليك اسيد عموما بتعالج حاجات كتير قوي، بس احنا دلوقتي بنتكلم ايه على الغسول. هو قوي شوية، يعني مثلا ممكن تستخدميه بالليل بس. لو عايزة بقى مثلا تشيلي الميك اب، تشيلي اوساخ او اتربة من على وشك، خليه بالليل افضل، لان هو قوي شديد شوية. بالنهار عايزة استخدمي مثلا حاجة خفيفة زي نيتروجينا او زي لوريال. لكن عايزة بقى حاجة تشيل كل الحاجات اللي على الوش، اتربة او اوساخ او كده، استخدمي ستارفل، حلو جدا. داخل فيه مادة البنسينول وزيت اللوز، فحلو جدا على البشرة، هيرطب معاكي كمان البشرة. يعني انا لما بستخدمه ما بحتاجش ساعات ان انا ارطب البشرة بعديها، لانه هيسيبها فيها طراوة كده، ومش هيجفف البشرة ومش هينشفها، بالعكس، لان مادة البنسينول مرطب اصلا. ما قلتلك ان اهم مادتين في الغسول زيت شجرة الشاي ومادة الساليسيليك اسيد، لان دول اكتر مادتين بيشتغلوا على الحبوب وعلى اثار الحبوب، هيعالجهم معاكي كويس جدا، هيرطب لك البشرة، مش هينشفها، مش هيجففها، حلو جدا. استخدميه لو عايز تستخدميه يوميا هيبقى حلو، لانه في مادة البنسينول مرطبة. في كمان لوز حلو، غير كمان ان سعره حلو، مش غالي قوي. كان قبل ارتفاع الاسعار كان عامل 95، بس انا اخر مرة جبته من اسبوعين كده كان عامل 105. مش عارفة بقى هو دلوقتي غالي ولا لا. عموما يعني هو مغليش كتير، سعره حلو، احسن من اسعار تانية عالية. يستاهل وكميته كبيرة، مش محتاجة منه غير كمية بسيطة جدا، يعني مثلا قد عقلة صباع او عقلة صباع ونص كده، عشان تعرفي تستخدميه كويس. هو جل كده بالمنظر ده، غير كمان ان هو يتحكم في افراز الدهون. لو انتي بشرة دهنية هيديكي نضارة، هيديكي تنظيف عميق، يعمل ديتوكس للبشرة. فبجد من احسن الغسالات اللي ممكن تجربيها وممكن تجيبيها كسعر وكحجم وكاستخدام. اقولك بقى ازاي تعرفي تستخدمي الغسول وتاخدي منه نتيجة كويسة. اول حاجة هتاخدي من الغسول على ايدك كده قد عقلة او عقلة ونص من عقلة الصباع، تدعكيه كويس قوي 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 في ايديكي، وبعد كده تحطيه على بشرة يكون فيها مية او مندية، حاجة بسيطة، مش ما تغرقيش بشرتك مية، وهتدعكي لمدة 30 ثانية عشان تاخدي نتيجة فعالة من اي غسول او من اي منتج عموما للشعر، للبشرة، للجسم. لازم تستخدميه بحركات دائرية كده على البشرة لمدة 30 ثانية. عدي حتى وانتي بتستخدمي كده الغسول، 1 2 3 عادي، مفيش مشكلة، عديهم على بشرتك وانتي بتغسلي الغسول بحركات دائرية.
لمدة 30 ثانية. بعد كده تشطفيه بمية فترة وتنشفيه البشرة بمنديل، بلاش بس كده يا حلوين. ده كان ريفيو بسيط كده عن غسول ستارفل وعن تجربتي الشخصية معاه. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش تعملي فولو على الانستجرام وفولو على صفحة الفيسبوك. باي باي.